4 ديال الانواع ديال العصائر كلها ساهله لذيذه ومنعشه. سلام البنات الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. درتو مع هاد الحراره، درجه الحراره عاليه بزاف، الله يرحمنا. اليوم جيت نشارك معكم بهذه المناسبه ديال الصهد، درجه الحراره اللي طالعه 4 ديال الانواع ديال العصائر اللي كلها منعشه ولذيذه في نفس الوقت. كنا كناخذوا دابا الدلاع كيبقى لينا في الثلاجه ما كنعرفوا ما نديرو به. انا خديت هنايا واحد القطعه ديال الدلاع بقات ليا في الثلاجه، غندير بها واحد العصير اللي كيجي لذيذ. ما تحقروش تقولوا غير الدلاع، راه كيجي واحد المذاق يا سلام. ناخذ انا واحد الهاشوار، بسم الله. في الاول الا بغيتو تحيدوا هاد العصاف ديالو ديروه في الخلاط، انا كنديرو هنا في الهاشوار باش ما كنبقاش نتفادى نبقى نحيد هذاك العصاف ديالو. كنطحنو ونصفيه. هاد العصير منعش بارد وفيه فوائد كثيره، ما كيحتاج بزاف ديال المقادير. لا راه كيبرد علينا الحراره ديال الصهد. تاخذوا الفطار اللي بغيتو. في نفس الوقت التدبيره هذه ما كتخليوش حاجه تضيع، كتستافدوا منها. اللي بقات لكم راه كتستافدوا منها، كتعاودوا ديروها بحاجه اخرى وكتستافدوا منها. انا غادي نطحنو دابا ونتلاقى معكم باش نصفيوه بلا ما نطول عليكم الفيديو. دابا بعد ما طحنتو غادي نصفيه، ناخذ واحد الصفايه ونصفيه. حلاوه كتبقى على حسب الذوق، انا ما كنزيدش فيه السكر، اللي بغى يزيد السكر يزيده، بالخصوص الا كان الدلاع حلوه بلاش، من الاحسن ما تزيدوش السكر. تبقاو معاه بشويه بشويه. انا مازال غنصفي هادشي، بقاو بشويه بشويه حتى كتصفيه وكيبقى غير هذاك العصاف ديالو. الاهم والاحسن في هذا العصير والاجمل هو انه كيوجد 5 دقائق يكفي. يكون عندك الدلاع بارد صافي، 5 دقائق هو واجد. بنتي ما كتاكلش ليا الدلاع، ولكن الا درتو عصير بحال هكا هي كتشربو. باقي هنايا باقي فيه الماء، مازال نرجع نعصرو. تبارك الله. شوفوا شحال ديال الماء فيه، كيعطي بزاف. ما دايرين فيه لا ماء لا والو، شوفوا شحال كيعطي. تبقاو بحال ما هكايا حتى ما كيبقى والو، كيبقى غير هاد باش ما نضيعوش. نستمر تنكملو كامل نصفيه. دابا بعد ما صفيت العصير غنزيد عليه عصير ديال نص حامضه، السر في هذا العصير اللي كيعطيه لذه هو هذا الشويبس. ممكن نديرو اولماس، ممكن نديرو اي مغاز، ولكن هذه كتعطي واحد المذاق يا سلام. هذا ماشي اشهار، ولكن كتعطيها واحد المذاق يا سلام. انا عندي غير شويه، غندير النص هنايا في القريعه. الا جربتوه ما غتندموش عليه. هذا العصير غيولي هو المعتمد عندكم. هذا هو العصير ديالنا بعد ما وجدناه. كنخليه ضروري يكون بارد، نقدموه بهذا الشكل منعش بارد لذيذ وارخص عصير. انا مازال غادي نزيد، هذا الماضي يقدر يقدني. غنكمل مازال هاد القريعه اللي بقات ليا هنايا، مازال غادي نزيد العصير. اذا كانوا وليداتكم ما كياكلوش لكم الدلاع، هذا بالطريقه هذه غيوليو ياكلوه غيشربوه. وبالصحه والراحه. كنتمنى تجربوا هذا العصير والعصائر الاخرى اللي غنقدم معاكم.
عصير خاسر وبنين ومذاق لا يقاوم. بعد ما كملنا العصير الاول ديال الباربه، دابا غندوزو للعصير الثاني. كنحتاجو فيه هنا حبه ديال لافوكا، عندي هنايا 3 الحبات ديال البنان اولا الموز، انا عندي مجمد، وعندي نص لتر ديال الحليب، وغادي نحلي بنيسلي. النيسلي كيبقى على حسب الذوق، يعني تقدروا ديروا نص العلبه، تقدروا ديروا غير 2 معالق. البنان انا اللي كان عندكم كبير ديروا غير 2، انا عندي صغير درت 3 ديال البنانات. بسم الله. هذا هو العصير ديالنا بعد ما كيتطحن يجي خاسر واحد المذاق، يا سلام داك النيسلي كيعطي واحد المذاق. شوفوا الختوريه. هذا هو العصير ديالنا، كيجي خاسر وبنين واحد المذاق ما نقولش لكم عليه. داك النيسلي كيعطي واحد المذاق زوين. اللي ما بغاش يدير نيسلي ممكن يصايب نيسلي ديال الدار اولا يدير السكر ولا العسل ولا يتفادى كاع، ولكن راه كيعطي واحد المذاق زوين. يعني نتمنى تجربوه بالصحه والراحه. ندوزو للعصير الثالث. دابا غندوزو للعصير الثالث. عندنا هنايا واحد 300 طريف ديال القرعه، فيه 300 غرام، ممكن ديروا نص كيلو يعني 500 غرام. عندي هنايا الخوخ ولا الشهديه، هذه الشهديه حلوه، هاد 2 حبات فيهم نص كيلو، تقدروا ديروا قد الشهديه قد القرعه. بسم الله. ناخذ هاد القرعه غسلناها، غادي نقطعوها. العصير راه كيطيب. دابا وقت الشهديه وقت الخوخ. الشهديه حلوه، القرعه الحمراء هي حلوه وقتها. دابا شوفوا شحال حمراء. القرعه قطعناها، وهاد الشهديه نخليوها بحال ما هكا بالعظم ديالها، غير كنغسلوها مزيان وكنخليوها بحال ما هكا. غنكب عليها واحد نص لتر ديال الماء وغنديرها طيب. راه دغيا كيطيبوا ولا الشهديه ولا القرعه دغيا كيطيب. دابا بعد ما طاب لينا الخوخ وطاب لينا طابت القرعه، شوفوا كيفاش ولات القرعه، هي طابت. الخوخ حتى هو دابا غنحيدو منه ديك، ماشي الخوخ الشهديه، انا دايره الشهديه، واللي بغا يدير الخوخ يدير. خيدوا هاد العصفه ديالو. راه كتعطي المذاق فيه. غير تكونوا متاكدين بان الخوخ اولا الشهديه ما فيهم والو، يعني كليتو منه ما فيه لا دود لا والو. دابا غنزيد عليه كاس ديال سنيده ديال السكر. الحلاوه كتبقى على حسب كل واحد. غادي نحركو، خليه يبرد شويه ونطحنو. اللي عنده الميكسور بغا يطحنو دابا سخون يطحنو، انا ما عنديش الميكسور، غنخليه حتى يبرد شويه ونرجع نطحنو. بعد ما بردت القرعه والشهديه اللي طيبنا، دابا غنزيدو ليهم واحد البرتقاله ليمونه، حيت ليها ديك العظومه ديالها. وغادي نزيد واحد دانون ديال المونك، يمكن ديروا ديال الخوخ اولا ديال المونك اللي بغيتو. العصير هذا راه مفيد بزاف ومغذي، القرعه فيها بزاف ديال الفيتامينات، وفي نفس الوقت لذيذ ومنعش.
بعد ما طحنا العصير ديالنا، شوفوا الخسوريه شحال خاسر. دابا غنقسمو على جوج، غنديرو هنايا ونزيد عليه الماء على حسب الخسوريه ديال العصير اللي بغيتو، واش بغيتوه ثقيل ولا خفيف. انا غندير النص هنا وغنزيد عليه الماء يكون بارد. هذا نخلطو. هذا هو العصير ديالنا، 6 لتر ديال الماء، يعني كيخرج اكثر من 3 لتر ديال العصير. شوفوا الخسوريه الكاس عامر والكيسان هادو ومازال شويه هنايا. كنتمنى تجربوا هاد العصائر اللي صايبت معكم، راه منعشين صحيين ولذاذ في نفس الوقت، وغادي يعجبوا الكبار والصغار. والصحه والراحه. اللي تبعت الفيديو حتى لهنايا كيف ما ديما ما تنساش تخلي لنا واحد التعليق زوين وواحد لايك، واللي اول مره كتشوفنا ما تنساش دير لنا واحد ابوني ودعمنا، وشكرا لكم. ودابا غندوزو للعصير الثالث اللي كنحتاجو فيه. عندنا هنايا واحد 3 الباربات ولا جوج، لا صغار ولا جوج كبار، طايبين غير نص طايبه، ومن الاحسن الا كانوا خضرين. عندنا هنايا واحد الكاس ديال الزبيب اللي مرطب في الماء بالماء ديالو، الماء ديال السليق ديال الباربه كنغسلوها مزيان، وداك الماء ما كنلوحوش، راه فيه كلشي الفوائد. عندنا هنا ليمونه، وعندنا هنا واحد البنانه، انا عندي كانت في المجمد. بسم الله على بركه الله. ناخذ واحد الكاس نديرو فيه الباربه. العصير منعش صحي، فيه بزاف ديال الفيتامينات بدون سكر. كنحتاجوش نديرو فيه السكر، ويا ريت لو كنديرو للوليدات ديالنا فطروا به الصباح. الوليدات ديالنا كلشي كيعانيو من فقر الدم. الزبيب، هاد الزبيب بالخصوص هاد الزبيب الاسود او الكحل راه مزيان بزاف لفقر الدم. غنقسمو هاد البرتقاله او الليمونه، الا كان فيها شي عصف كنحيدوه. ها هي فيها. كيمرر لينا العصير ديالنا. ضروري ما كنقلبوا ولا فيها شي العصب كنحيدو. صافي مابقاش فيها. هاد الماء حتى هو اللي طاح منا غنديرو. وغادي نطحنو. بعد ما طحنا العصير ديالنا كيمشي خاسر. العصير راه مفيد بزاف لاصحاب فقر الدم، فيه فيتامين سي، مزيان للبشره، مزيان للشعر، مزيان للكبد، كينقي من السموم، بزاف فيه بزاف ديال الفوائد، بزاف ديال الفيتامينات مع الزبيب مع الباربه. بالنسبه للناس اللي عندهم امساك او كيعانيو من الجهاز الهضمي راه مزيان، مع فيتامين سي كيلين شويه الامعاء، ومزيان للوليدات اللي كيلعبوا الرياضه. فنوجدوه من الاحسن بالخصوص في هذا العيد، بلا ما نشريو المشروبات الغازيه اللي كتقصر الوليدات ديالنا. كنتمنى تجربوا، راه صحي وبالصحه والراحه. شوفوا ليا غير اللوين خاتر من غير الفوائد الكثيره اللي عنده.